أبطال ثانوية عامة عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. لقد أوشكت الرحلة على الانتهاء، وخلاص كتاب ثانوية عامة في صحفه الأخيرة، ويمكن كمان سطوره الأخيرة. وزي نهاية أي فيلم أو كتاب، في نهاية حلوة وفي نهاية مأساوية، وأنا جاي أقولك إزاي تخليها نهاية ترضيك وترضي أهلك. وكلنا عارفين إن الفترة المتبقية فترة قليلة، عشان كده عايزك على قد ما تقدر تستغلها صح. وهنتكلم عن 5 حاجات بالظبط، حاول على قد ما تقدر الفترة دي تكون مركز فيهم. أول حاجة، ما تلومش نفسك يا بطل. بص، أنا عايز أقولك إن مهما كان حصل إيه في السنة دي واتكعبلت إزاي وإيه اللي جرى، بس ما تجيش في الآخر تلوم نفسك، عشان برضو اللي اجتهد وعمل اللي عليه ومش عارف ايه تيجي عليه في الفترة دي برضو بيحس إن هو ما عملش اللي عليه للآخر. فسواء أنت عملت اللي عليك أو لا قدر الله ما عملتش اللي عليك، على قد ما تقدر ما تلومش نفسك في الفترة دي. خلاص حصل اللي حصل وارميه ورا ضهرك. خلي ذهنك في اليومين دول فاضي وركز في اللي جاي واللي في إيديك. ما تبصش على اللي ضاع منك، خلاص سيبه، ركز في اللي معاك واللي جاي. تاني حاجة يا بطل، ركز في حل أسئلة على قد ما تقدر. على قد ما تقدر حل أسئلة، ده هيخليك تشوف المنهج كامل. مش هتشوف المنهج كفصل ولا كدرس ولا كباب، انت هتشوف المنهج كامل كله في بعضه، اسئله متلخبطه في بعضها. وده هيخليك تحس ان انت لامم الدنيا اكتر من ان انت كنت بتحل بعد كل باب الاسئله بتاعته. لا، الاسئله وهي متكعبله وكده هتخليك تشوف المنهج كصوره كامله واضحه. ولو عايز تعرف تحل اسئله ايه، حل الاسئله اللي انت كنت غلطان فيها مع المدرسين بتوعك في كل باب او كل الامتحانات الشامله، وبعد كده حل الاسئله بتاعت السنين اللي فاتت. وحل اي كتاب، بس ما يكونش كتاب بيفرض عضلاته في الفتره دي. انت مش محتاج كتب فرد عضلات في الفتره دي، انت محتاج بالعكس عشان نفسيتك ما تتعبش وتحس ان انت ما معكش حاجه. كتب فرد العضلات بلاش دلوقتي. تالت حاجه يا بطل، ما تفكرش في الكليه. مش عايزك تفكر في الكليه دي تيجي بعدين. انت دلوقتي اللي في ايدك ان انت تجيب مجموع، تركز في اللي معاك عشان تعرف تجيب مجموع. فبلاش تفكر في الكليه ولا انت محتاج كام عشان تخش ايه، لا ركز في المجموع. هات اخرك في المجموع، حاول على قد ما تقدر هات اكبر مجموع تعرف تجيبه، وبعد كده نبقى نشوف رزق ربنا ده وكرمه يودينا فين. رابع حاجه، حاول ما تضيعش مستقبلك على اخر تك. في الحته دي انا هحكي لك تجربتي. انا كنت في ثانويه عامه برضو شبهي شبهك، وكنت اخر شهر ده ابتدت تجيلي بقى افكار غريبه بقى اللي هو ايه. والافكار دي ليها مبرر، عشان انت خلاص بتطلع من حاجه كانت كاتمه على نفسك، زي ما في الصوره كده اللي هي فصلت اساسا. انت حرفيا في عنق الزجاجه، خلاص بتطلع بقى هتعيش حياتك. فبيجي لك في اخر شهر ده احساس بقى ان هو انت عايز تتعلم حاجات كتير. فبلاش في الشهر ده تروح تتعلم مونتاج ولا تروح تتعلم برمجه ولا تفتح اكبر قناه على التليجرام ولا تقعد تفكر في شركاتك وطموحاتك. خليك على قد ما تقدر بص على اللي معاك وركز فيه. خلي الشهر يعدي وبلاش تضيع مستقبلك على اخر تكه. ركز في البتاع ده، حتى لو خلاص انت يأست من ثانويه عامه ومش فارقه معاك ثانويه عامه هتوديك فين، انت عايز تركز على مشروعك وده قرارك النهائي. خليك على قد ما تقدر في الفتره دي تعدي السكه، وبعد كده ابقى بص بقى على مشروعك وحياتك. خامس حاجة وآخر حاجة، ابعد عن أي حاجة تديك طاقة سلبية. يعني أنت لو لسه ما خسرتش صاحبك اللي كان بيديك طاقة سلبية من أول السنة وعمال يقول لك أنت مش هتوصل ومش هنعمله، يعني إحنا آخرنا إيه وكده، فحاول الفترة دي ابعد عنه ابعد عنه ابعد عنه، أو عن أي حد يقول لك أصل أنت مش هتقدر، أصل خلاص مش مهم، أصل هنعمله إيه. على أي حد يديك طاقة سلبية أو مش مؤمن بيك ابعد عنه. وحاول دايما فكر نفسك بحلمك وإن أنت ربنا مش هيسيبك. فلازم اي حد يديك طاقه سلبيه في الفتره ده ابعد عنه. انعزل ما يؤذيك ويديك طاقه سلبيه، وتعالى لاخوك يوسف في بوزيتيف انرجي، الطاقه الايجابيه. وبس كده، ربنا مش هيسيبك وانت ما تسيبش ربنا. وحاول على قد ما تقدر في الفتره دي ان انت تقرب وتدعي وتصلي وكده. وطبعا انا مش محتاج اقول الكلام ده، المفروض انت بتعمله اوريدي على طول ومن اول السنه، بس الفتره دي بزياده تقول له انت نفسك في ايه وركز في مستقبلك. ونشوفكم على خير يا ابطال ثانويه عامه، وان شاء الله ربنا يكرمكم وتبقوا مبسوطين وفرحانين ونشوفكم مجبورين الخاطر باذن الله. وكان معاكم يوسف عبد الرحيم من قناه الطاقه الايجابيه، بوزيتيف انرجي.